عاوزين نرطب بقى في الجو الحر ده ونعمل حاجة حلوة من غير ما نولع الفرن، والجو حر ومش مستحمل اي حاجة. دي بقى تحلية سريعة كده انا عاملاها لكم النهاردة بمكونات سهلة وبسيطة جدا، والطعم حاجة كده في منتهى الجمال. رأيكم بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه. معانا هنا الحلة بتاعتنا وفيها معلقتين سمن كبار، هننزل ب5 معالق دقيق. خلاص، هنبدأ نقلب فيهم كده لغاية ما ريحة الدقيق تطلع معانا اهو. هننزل هنا بكوبايتين لبن كبار، وهنبدأ نقلب ايديك فيها باستمرار. الكوباية التانية. خلاص، وهننزل ب4 معالق سكر كبار. خلاص، وهننزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. تحلية سريعة وجميلة جدا على البارد هتعمليها. هننزل بكيسين من الفانيليا. خلاص، وهنبدأ نقلب الخليط ده على نار هادية، ايديك فيه لغاية ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده، قوام كريمي جميل جدا. شايفة؟ خلاص، هنجهز بقى الصينية اللي احنا هنقلب فيها او القوالب. هننزل هنا في الصينية بتاعتنا، عايزة تصبيها في اطباق صغيرة صبيها عادي. خلاص، او في اي قوالب عندك. هنوزع بقى الخليط بتاعنا ده. بص، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمها روعة. خلاص، هنخلصها هنا، هنحطها في التلاجة تمسك، وهنرجع لكم تاني نعمل بقى الطبقة التانية. معانا هنا نص كيلو من اللبن هننزل بيه. خلاص، وهننزل بباكت كريمة، ده الكريمة الجاهزة. الطبقة التانية هنا يا جماعة اختياري جدا، عايزة تحطي الطبقة التانية كريم شانتيه حطيها. انا هنا هحط لها كريمة. هنا الكريمة بتاعتنا غلت، هننزل بقى بيها. هنا مسكت معانا بعد ما طلعت من التلاجة. هننزل بقى كده بالطبقة التانية بتاعة الكريمة اهي. بسم الله. زي ما قلت لك الطبقة التانية هنا اختياري، عايزة تعملي منها كريم شانتيه اعملي برضو، هتبقى في منتهى الجمال وهتديكي نفس النتيجة. خلاص، هنا صبنوها، وهنرجع نحطها في التلاجة لمدة ساعتين ونرجع لكم تاني. خلاص، اهي مسكت معانا شويه زي ما انتم ما شايفين. معانا هنا كيس الكراميل اللي هو الجاهز بتاع الكريمه، هننزل بيه باي طريقه كده عشوائيه، حطيه باي طريقه. خلاص، ريك بقى. فكره سهله وبسيطه جدا، اي حلوه بسيطه على البارد من غير فرن ولا اي حاجه هتفتحيها، والجو حر جدا ومش مستحمل ان انت تولعي الفرن، فالحاجات دي بترطب بقى في الصيف. خلاص، حاجه كده بسيطه وهتعمليها. بصي، ما خدتش معانا اي وقت. خلاص، هننزل بقى باي طريقه كده عشوائيه، اي طريقه. هنبدأ بقى نوزع الكراميل ده. هو طبعا انا حاولت اعمله هنا بالخلة شكل، فبصراحة ما نفعش. لا، انا حسيت ان هو الشكل هنا مش لذيذ، فانا خلاص هوزعه كده باي حاجة بقى كده. هوزع الكريمة نفسها، هو هنا ما نفعتش بصراحة يعني. خلاص، حسيتها مش حلوة. هوزعها هنا بظهر المعلقة. وزعت الكريمة كلها. خلاص كده اهو بالطريقة اللي انت شايفاها دي. بصراحة حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة. جربيها بقى وقولي لي رأيك ايه فيها. خلاص، من غير اي مكونات معقدة، لا حاجات سهلة. خلاص، مش هتكلفك اي حاجة، اعمليها كده لاولادك هيفرحوا بيها جدا. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الطبقتين تحت بعض ازاي؟ وكمان لما بتقعد في التلاجة بتمسك اكتر. شايفين الطبقة التانية بتاعت صوص الشوكولاتة اللي تحت؟ حاجة كده في منتهى الجمال. ايه رأيك بقى لو عجبك الفيديو؟ ما تنسيش تحط لايك وكومنت حلو كده ودعوة حلوة من قلبك. واستنوني حبايبي في فيديو جديد، واشوفكم بخير. السلام عليكم.